بيفك الستار علشان انا ما بعرفش اتشعلق فوق كده. يعني هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله هو مجبس الستار عشان كانت بتقع، علشان على فكره هو اللي بيركب الستار عندي الله يصلح حاله، وهو اللي بيفكها. بس ما ترميش على الدولاب يا سامي. ارمي تحت عشان اعرف المه. المهم هنا خلاص بالراحه يا هنفك الستار بقى عشان نقول بسم الله ونتشجع كده ونعمل ايه ونروق بقى ترويقه العيد. كل يوم اقول للعيال يا اولاد عايزين نروق، يا اولاد ترويقه العيد، يا اولاد عايزين نروق ترويقه العيد، ومفيش حد راضي يهودنا خالص. فالمهم هنفك الستار نغسلها، مش غاسلين سجاد ولا حاجه، هنغسل الستار بس ونروق والدنيا تبقى تمام. هنا فكينا ستاره، شكرا. هنكمل بقى خلاص. هنا جينا الاوضه الثانيه كمان علشان نفك الستاره. يعني احنا هنفك الثلاث ستار بتوع الثلاث اوض وستاره الصاله. الستار بتاعت الاوض هنحطها في الغساله عادي خالص، بتتغسل في الغساله عشان هي ستار صغيره. انما الستاره بتاعت الصاله هنحطها في ايه، في الطبق، نغسلها في الطبق علشان تقيله يعني. بالراحه يا سام. سير ده هيطلع مش مهندس، هيطلع دكتور ما شاء الله عليه. يعني هو هو اللي بيعدل الميله عندنا في البيت. يلا غير اعملك مع طايع صغير مش طايع. هنا خلاص جينا هنا برضو الاوضه الثانيه بتاعت عبد الله. خلاص هنا برضو بيفك التكبيس، دايما بربطها كده عشان الستاره بتقع. الراجل اللي باع لنا المواسير، اللي قطع لنا المواسير يعني قطعها يا دوبك صغننه خالص يا دوبك كده. برضو هات الفتل دي يا ساره عشان اعرف المها برمها في الزباله على مهل. هنفك الستاره هنا على مهلك خالص. قول للناس حاجه يا بابا، بس على الناس كده ولا صلح على الناس ولا اقول لهم اي حاجه. مش قادر. يلا تسلم ايدك. يلا الستار على طول فكيناهم، مش هنركنهم عشان ايه عايزينهم. الستار الصغيره دي كلها هنحطها في الغساله هنا، هنحطهم ساعه. بسم الله. هحط بقى المسحوق بسم الله الرحمن الرحيم، واحط شويه دوني بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اشغلها بقى على ايه بسم الله، درجة حرارة هادية، مية عادية يعني ساعة، ونعمل منع الكرمشة ونبدأ بقى ايه ساعة. شكرا. ونسيبها. هنفك بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هاتها في ايديها. هنفك بقى ستارة الصلاة هي كمان، وستارة الصلاة دي بقى اللي هننقعها في حسب يسار استنى. هاتي يلا هننقعها في الطاقة. سيب دي وانا هفكها. سيب كمل التفك وخلاص. بالراحة يا ولد الطباق كسر، لو كانت اتكسرت هتنضرب. استنى خدها بقى ركبها. حطينا خلاص الستار بتاعتنا الخفيفة في الغسالة، والستارة بقى اللي مش هتتحط في الغسالة هنحط مية هنا في الطبق واريال، ونجيب الستارة بتاعتنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطها بقى في الطبق كده وننقعها ساعتين ولا حاجه، ونطلعها نشطفها وننشرها. الستاير دي ما بتتحطش في الغساله بقى عشان ايه، انتوا عارفين بقى الحاجات دي بتتنقع كده في الطبق وخلاص. هنقعها ساعتين بقى واطلعها ونشرها. هنقول بسم الله بقى ونستعين على الشقه بالله كده، ونخش على الاوض بقلب جامد بقى كده علشان ايه نتوكل على الله ونروق بقى تروقه العيد. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده. دخلنا واحنا بالليل يا جماعه بعد صلاه العشاء والتراويح، عما الواحد بيفضى يعني، عما فطرنا ورحنا صلينا وجينا وقعدنا حبه، وقلنا بقى ايه نستعين على الشقه بالله. طبعا احنا غسلنا الستار بالنهار قبل الفطار ونشرناهم ينشفهم، وقلنا بقى ايه يلا نشتغل بقى نتوكل على الله ونشتغل. خلينا نخلص بقى ايه النهارده ايه زوزو، النهارده التلات معادش الا الاربع والخميس، ونبص نلاقي بقينا ايه العيد. المهم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنعمل حاجه كتير يعني ولا حاجه في الشقه، احنا مش غاسلين سجاد ولا حاجه، احنا السجاد بتاعنا نضيفه زي الفل، ما بغسلوش انا دلوقتي خالص، انا بغسله كده في ايه شهر 8 على بال ما تكون الشمس كده مزنهره وحلوه كده، ونعينه نفرشه في العيد الكبير. هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وندخل على الفيديو بقلب جامد بقى كده. دخلت على الشباك. طبعا انا اهم حاجه عندي الشباك. شايفين الشباك كان عامل ازاي؟ كان من الشتويه الاخرانيه دي. صلي على محمد.
عليه الصلاة والسلام. كانت بتحدف علينا، يعني الشتاء كان عكس اتجاه الاوض بتاعتنا، كان بيدخل الاوض. المهم مسحنا الشباك حلو وخليناه زي الفل. هنشيل بقى الدفايات دي لان الجو كان حر حر خالص امبارح. كفايه البطاطين، والاسبوع كده ولا حاجه هنشيل البطاطين. عايزه اوريكي كده المرتبه واقعه ازاي. دي اوضه محمد وساه، المرتبه واقعه من على السرير ولا في دماغه. كان لسه لها يوم واحد وتقع على الارض. المهم كده شلنا الملايات والدفايات بقى، وعدلنا المرتبه في ريح الحيطه، والدنيا تمام وزي الفل. هنفض بقى السرير تنفيضه حلوه كده. وهاخد الترابيزه دي بتاعت محمد، جابها هنا اوضته عشان عبد الله هنا في اوضته في الاوضه التانية. اما عبد الله بيمشي بيسافر بيروح كليته، محمد بيجي الاوضه بتاعت عبد الله. فالمهم هنا بقى هجيب طلعت الترابيزه بره، وهطلع الترابيزه بتاعت سار هي كمان، وهجيب بقى المقشه الخشنه بتاعتنا ونكنس السجاده كنسه حلوه. عايزه تكنسها بالمكنسه شغال، بس انا بحب بقى وانا بروق اكنسها بايه بالمقشه الخشنه، بتطلع كل حاجه. كنست بقى السجاده حلو، وشلتها بره، وطلعت الترابيزه بتاعت سهر بره، وجبت بقى المقشه الناعمه كده بقى. نجيب بقى ورا التلاجة، ونجيب الركان اللي هي ايه ممكن يكون فيها ترابايه ولا عفريه كده مركونه، ونكنسها ونخليها زي الفل بقى. علشان ايه؟ هنمسح بقى عشان احنا في عيد، يعني لازم نقلب الدنيا يعني. المهم هنا بقى هنكنس كنسه حلوه كده محترمه. حط لي لايك للفيديو بقى بالله عليك. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، اشتراكك هيساعدني ويفرحني جدا ويكبر لي القناه. عيلتي الصغيره تكبر بيكم ان شاء الله يعني، والله المستعان. هنكنس بقى الاوضه كده ونخليها زي الفل. ونجيب بقى ايه الجردل بتاعنا بالشرشوبه بتاعتنا. شايفين التراب؟ تراب تراب. العيال ولادي دول الله المستعان، يعني ما بيعملوش في الاوض حاجه الا اذا انا عملتها. هنا جبت الجردل بتاعه. هو فكره الملح دي فكره سعر الصغير يا جماعه. دايما يقول لي يا ماما وانت بتمسحي حط شويه ملح في الميه. قلت له ماشي يا ابني، منك نستفيد. شوية دون بقى كده يخلوا لك ريحة الأوضة حلوة، وشوية ملح. وهنمسك بقى الأوضة بقى نخليها بتبرق كده، بتبرق بقى عشان الصيف يجي علينا كده واحنا نفسنا مفتوحة. اسبوع ولا اتنين اصلا هنشيل السجاد كله ونخليها كده على البلاط، بس نكنس بقى نكنسها كل يوم، وكل اسبوع نمسحها في الصيف عادي يعني خالص. هجيب بقى كده ورا التلاجة، امسح ورا التلاجة كده، وفي الركان بقى، الكورنل ده والكورنل ده كده، والركان كلها كده امسحها واخليها زي الفل. واسيبها بقى افتح عليها المروحة تنشف، واروح جايبه جايه فرشها بقى عادي خالص بقى، مغيره الملايات وفرشه السجاد تاني وخلاص، ونقفلها وشكرا بقى على كده. هنا خلاص غيرت الملايات اهو، وجبت السجاده فرشتها، والدنيا تمام وزي الفل. وهندخل الترابيزات وهنركب الستاير. طبعا سعر هيركب الستاير نشفت خلاص، هنركبها بقى علشان تبقى خلاص كده. شكرا بقى. الاوضه اللي اتروقت ما قدناش ندخلها تاني بقى. خلاص كده بقول لك ان انا فرشتها خلاص وخليتها زي الفل. هنا اهو بالصلاه على النبي. والترابيزات هنا دخلت ترابيزه سير وترابيزه محمد، وسير ركب الستاره ومسح لي. والله عايزه اقول لك انه مسح لي ظهر التلاجة وخلاها زي الفل. مسحها لي كده حل والمروحه. قال لي يا ماما هاتي قماشه مبلوله، ومسح المروحه ومسح ظهر التلاجة. هنا بقى خلصنا اوضه محمد وساره. هنخش بقى على اوضه عبد الله. طبعا احنا بالليل السراير متروقه عادي يعني عشان احنا بالليل، متروقه الصبح. احنا بنروق بقى تروقه العيد دي بالليل. المهم هنا برضو الشباك كده بقى من المطر بقى والشتاء اللي كان عليه، مسحته وخليته زي الفل. حطيت بقى البطاطين والمخدات عليه على اساس انهم يتهوم، وعلى بال ما افرش يعني السرير وكده. المهم برضو هنشيل هنا الدفايات خلاص، ما عادش لها 30 لازمه. العيله حررنت منها امبارح وخلاص هنشيلهم. هنمسك بقى السرير كده ننفضه تنفيضه حلوه، وهنستعين على الشقه نفس اللي عملناه في الاوضه التانية هنعمله في الاوضه دي. هنمسح السقف الاول. انا مسحت السقف كتير معاكم، انا مسحته يعني المره دي. زعفت السقف حلو. لو في عنكبوت في ترابه في اي حاجه بنمسحه بنخليه زي الفل. همسح بقى المكتب والكمبيوتر والترابيزه والتلفزيون، وهمسح لهم الدنيا واخليها زي الفل كده. الاول الاوضه دي مكركبه جدا عندي. ده اوضه عبد الله. دايما عبد الله اوضته مكركبه كده. هي القطان اصلا مكركبين، بس عبد الله يعني شويه ما بيحبش يروق. الله المستعان، ربنا يهديهم.
اجي بقى هنا امسح التلفزيون وامسح الكيسه بتاعه الكمبيوتر بتاعتهم دي، وهشيل المفرش كده هنمسح المكتب ونخليه زي الفل. انا على طول ايدي في الشقه يا جماعه، فعلى طول يعني ايه، الله المستعان، دايما تلاقي الحاجه عندي نظيفه. بس هم لو يمشوا على نظافه انا في الشقه وترويقي، والله العظيم الدنيا تبقى تمام. بس ايه، عندي كأن عندي اطفال، يعني عندي 3 صبيان كبار بسم الله ما شاء الله عليهم، وكأن عندي اطفال. هنا بقى هنمسح كل التراب ونشيل بقى الحاجات دي كلها كده، ونخلي الدنيا هنا برضو نضيفه وزي الفل. هنا بقول لساري الفيشه فيها كهرباء يا سار، قال لي اه. قلت له طب شيل الفيشه، انا خايفه بقى ايه اجي يمت الكهرباء والفيشه محطوطه. شل الفيشه ومسحت الدنيا وخليتها زي الفل. هشيل الحافظه دي بقى واخلي عبد الله ينفضها لي على السلم، علشان هو هنا بقى نستغله، علشان دراعتي بقى ودراعتي وجعان ومحدش بيعمل معايا حاجه. المهم بقى استغلناه، مسح لنا نفض لنا الحافظه بره وحطيناها على السلم. هنا بقى هكنس السجاده كنسه حلوه برضو لانها مطربه فيها تراب كتير. هكنسها كنسه حلوه كده بالمقشه الخشنه. المقشه الخشنه دي سحر في السجاده يا جماعه، بتكنسها لك وبتخليها لك زي الفل بالصلاه على النبي. هكنسها بقى وهلمها وانفضها نفضه كده في الارضيه برضو لو فيها ترابه ولا حاجه تنزل. وان برضو اللي عملناه هناك هنعمله هنا، هنكنس الارضيه كنسه حلوه بالمقشه الناعمه. هنمسح الأوضة برضو، ونفرش السراير بقى، ونجيب الفرش من على السرير من على الشباك. هشيل الأسلاك دي دلوقتي ارفعها على الشباك كده عشان مضايقاني. اديته بقى شنطة سفر وبره، قلت له خدي مسحها. واديته الكراسي بتاعة الأوضة اللي بيقعدوا عليها، قلت له مسحها برضو في الصالة. خدهم مسحهم بس عذبني. و... وهكنس بقى الاوضه. وده هنا سرير، عايزه اقول لك ده سرير ابو عبد الله جايبه علشان نحطه في الاوضه مع السرير عبد الله، يعني يبقوا سريرين في الاوضه. بس بقى هنركنه على جنب هنا لحد ايه ما نجيب له مرتبه، لان احنا لسه ما جبناش له مرتبه. كنست خلصت، هجيب بقى الشرشبه بتاعتي امسح بقى الاوضه كده واخليها جميله وبتبرق بالصلاه على النبي، والدنيا تمام وزي الفل. او هفرش بقى الاوضه وخلاص على كده شكرا. وهخلي عبد الله برضو يمسح لي ظهر الفريزر، مسحه الفريزر عنده في اوضته، والدولاب مسحه، والدنيا تمام. مسح لي الدنيا وخلاها حلوه، الدنيا جميله. هي هترجعنا بقى كل حاجه مكانها، وساير ركب الستاره، والدنيا تمام وزي الفل. لايك حلو بقى، كومنت جميل، جوله في القناه تعجبك جدا، اشتراكك هيكبر لي القناه وهيسعدني، وربنا يجازيك عنه خير يا رب. مع السلامه.